انت في سيد ابو حفيظه كنت انت الملك، انا صاحب الكوره وانا اللي هجيب اجوان. مش لازم انت لوحدك اللي تضحك. عمل ايه اكرم حسني؟ هل الفيلم يستحق ان هو يتشاف في السينما ولا لا؟ كوميديا الفيلم جديده ولا هي سيد ابو حفيظه برضه؟ كل دي اسئله هنجاوب عليها في الفيديو ده، خليك معايا لحد الاخر. لو اول مره بتشوفني انزل اشترك في القناه ويلا بينا. Dramatica. ازيكم؟ اتفرجت على فيلم العميل صفر. الفيلم بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، فرح، بيومي فؤاد، وهو فكرة المخرج محمد سامي، سيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إخراج كريم العدل. الفيلم بيدور حوالين صفر اللي بيشتغل فرد أمن في شركة حراسات خاصة، بتضطر الظروف إنه يقوم بحراسة شخصيات مهمة جاية من الخارج. مشكلة صفر إن قدراته العقلية وذكائه محدود، لكن هو دايما متخيل إنه أذكى واحد في الدنيا، وإنه قدراته أكبر بكتير جدا من البوزيشن اللي هو محطوط فيه. وده اللي دايما بيوقعه في مشاكل بتفجر كوميديا كتير جدا في الفيلم. من اول ما بتنزل التترات والفيلم بيدخلك في مود ضحك، اول ما بتقرا جمله ماخوذ من ملفات شركه الراخه للامن، اللي هي على وزن ماخوذ من ملفات المخابرات العامه المصريه. الفيلم من نوعيه الكوميديا بتاعت فيلم مستر اكس، مش مستر اكس بتاع احمد فهمي، لكن مستر اكس بتاعت فؤاد المهندس، اللي هي كوميديا المواقف العبثيه واللي اللا منطقيه فيها طول الوقت هي اللي بتحكم الفيلم. طيب تعالوا نتكلم بالتفصيل اكتر عن النواحي الفنيه في الفيلم، وهنبتدي الاول بالفكره والسيناريو والحوار. الفكره زي ما قلت انها المخرج محمد سامي. موضوع الفيلم نفسه مش جديد، يعني فكره الشخصيه المحدوده الذكاء اللي بتواجه مشاكل كبيره جدا وبتتطلب قدرات خارقه، سواء من سوء التفاهم اللي بيحصل او من المواقف اللي بيتحط البطل فيها وبيتصرف فيها بطريقه غلط، بتعقد الاحداث اكتر وبتخلي الكوميديا تتفجر بشكل تلقائي. لكن السيناريو اجتهد انه يعمل مواقف جديده ما اتقدمتش قبل كده، والمواقف دي ساعدت على ان الكوميديا تخرج بشكل سلس وتلقائي طول الفيلم. كمان الحوار في الفيلم ما كانش بس بيعتمد على الافيهات اللي بيرميها اكرم حسني او الابطال التانيين جنبه، لكن الحوار دمه خفيف وفيه روح مرحه بتخليك مبسوط وانت بتتفرج عليه. ودي نقطه تتحسب للسيناريست وائل عبد الله، انه قدر يكتب سيناريو التزم فيه بقانون الفيلم اللي هو لا معقول من اول الفيلم لحد اخره، ومع ذلك قدر يحترم عقلية المشاهد، وقدر يقدم حكاية صايعة ما فيهاش استسهال ولا استهبال، خلت المشاهد طول الوقت مندمج مع الأحداث برغم من لا معقولية ولا منطقية الأحداث على طول الخط. الموسيقى التصويرية في الفيلم كانت للموسيقار خالد حماد، والموسيقى كانت دمها خفيف ولايقة جدا على المشاهد. ما عجبتنيش قوي فكرة استخدامهم لجملة Only You كخلفية موسيقية لأكتر من موقف في الفيلم، خصوصا اللي حط الموسيقى التصويرية للفيلم هو الموسيقار خالد حماد. وخالد حماد معروف الجمل الموسيقيه بتاعته بتعلق ازاي مع الجمهور، وهي موسيقى في حد ذاتها دمها خفيف. اعتقد انه خالد كان ممكن يعمل جمله موسيقيه تمشي مع المواقف دي وتكون اقوى كمان من اونلي يو. بتهيألي ان دي كانت هتدي للفيلم طابع محلي اكتر. كان افضل ان احنا نستخدم جمله لحنيه من ابداعات خالد حماد. طب ايه اخبار التمثيل في الفيلم؟ هتكلم الاول عن منذر ريحنا، وهو كان عامل دور الشرير في الفيلم. عجبني ان هو كان واخد سكه الشرير بجد، مش سكة الشرير اللي دمه خفيف او بيستخف دمه وبيستظرف، وده ادى مصداقية للدور بتاعه وما خلاش الفيلم يبان كأنه تهريج. نفس الكلام يتقال على فدرة ويتقال على ايمن الشتاوي اللي كان عامل دور السكرتير بتاع الدوقة. هما الاثنين برضو عملوا ادوارهم بجدية شديدة، ما حاولوش يستظرفوا او يستخفوا دمهم، ودي برضو نقطة تتحسب للمخرج كريم العدل. يحسب برضو للمخرج كريم العدل انه قدر يجمع دينا وفدرة في فيلم واحد، رغم ان هما الاثنين ما بيطيقوش بعض. صحيح هما ما تقابلوش في اي مشهد في الفيلم، لكن دي برضو نقطة تتحسب لكريم العدل. أسماء أبو اليزيد دمها خفيف بالفطرة، تعبيرات وشها وإفهاتها بتترمي بشكل تلقائي بتخلينا نضحك لوحدنا من غير ما نحس إن في أي افتعال فيها. أعتقد إن أسماء أبو اليزيد هيبقى لها مستقبل كبير في الأدوار الكوميدي في الفترة اللي جاية. بيومي فؤاد هو نفس البيومي في كل أفلامه، هي نفس الشخصية بكل إفهاتها بكل طريقتها في الكلام بكل حاجة، بس مع ذلك كل المشاهد اللي طلع فيها مرح وبهجة بتخليك تبتسم من غير ما بيومي حتى يقول ولا كلمة. كريم العدل كمخرج كوميدي قدم قبل كده مسلسل ريح المدام، والحقيقة كانت لمساته واضحة جدا في المسلسل، ويمكن ده يعتبر من أنجح مسلسلات أحمد فهمي وأكرم حسني في التلفزيون، واللي بعدها حاولوا يقدموا أكتر من عمل كوميدي، لكن للأسف ما كانتش ناجحة بنفس النجاح ولا كانت على نفس المستوى بتاع ريح المدام. والسبب في ده يرجع للمخرج كريم العدل، لأن الحس الكوميدي عنده عالي وواضح ده من تنفيذه للمشاهد. طيب عمل ايه كريم العدل في فيلم العميل صفر؟ لمسات كريم العدل كانت واضحة من اول مشاهد في الفيلم، من بداية الفيلم واحنا بنشوف ازاي صفر بيستخدم التحف الفنية اللي موجودة في المتحف بطريقة مهينة جدا، لدرجة ان تحفة حتمية الاقدار هو مستخدمها من ضمن العدة اللي بيعمل عليها الشاي. كمان بنشوف مشاهد كوميدية واضح فيها لمسات المخرج، زي مشهد الكورة الكبيرة اللي بتتدحرج بره المتحف وطول ما هي ماشية بتقتل ناس في طريقها.
مشهد استقبال الام في المطار وهي نازله بتقول لبنتها الحراسه فيري لو بروفايل، وبنتفاجئ بزفه كبيره جدا في المطار داخله بتستقبل الام. المشهد ده كان شويه شبه المشهد بتاع حسين فهمي في فيلم اللعب مع الكبار، لما خد قوه كبيره من الصاعقه وراح عشان يقتحم مصنع البلاستيك، وكان بيقول لزميله بالراحه عشان مش عايزين حد يحس بوجودنا في المكان. بس في الاخر التناقض ده هو اللي بيفجر الضحك وبيخلينا نضحك بشكل تلقائي، لان المشهد نفسه دمه خفيف من غير ما يحاول يشحت الضحكه مننا. Dramatica. نتكلم شوية عن أكرم حسني بطل الفيلم. الفيلم يعتبر أول بطولة مطلقة لأكرم حسني في السينما. صحيح هو شايل أكتر من مسلسل في الدراما التلفزيونية، لكن دي لأول مرة بيقدم فيها بطولة مطلقة في السينما. طيب إيه اللي عمله أكرم حسني في أول بطولة مطلقة ليه؟ أولا أكرم بيمثل نفس الشخصية اللي هو بيمثلها في كل الأعمال الفنية بتاعته، واللي منكم شاف الفيلم هيحس إن شخصية العميل صفر هي نفسها الشخصية اللي مثلها أكرم قبل كده في مسلسل ريح المدام. حتى طريقة الكلام وطريقة رمي الإفيهات هياها ما تتغيرش من شخصية للتانية، ودي في حد ذاتها مشكلة المفروض إنه المخرج ياخد باله منها، والمفروض إن أكرم نفسه يبتدي يشتغل عليها ويغير منها، لأن إحنا داخلين نتفرج على أكرم حسني اللي بيلعب شخصية العميل صفر، مش داخلين نتفرج على أكرم حسني وهو بيلعب شخصية أكرم حسني. عادل إمام لما بيمثل عادل إمام في كل الأعمال اللي بيعملها، بيعمل بواب، بيعمل وزير، هو عادل إمام في كل الشخصيات اللي بيعملها. بس عادل إمام عمل كده بعد كام سنة من النجومية، وعمل كده بعد ما الناس قبلت ان اي حاجة هيعملها او يقولها عادل امام هم قابلين بيها وبيضحكوا عليها. لكن اكرم حسني في اول بطولة مطلقة ليه ما ينفعش يعمل كده، ما ينفعش ياخد الخط اللي مشي عليه عادل امام ويشتغل هو كمان عليه. اي نجم تاني فضل متمسك بشخصية واحدة في كل الافلام اللي هو بيقدمها بيفشل فشل ذريع لما الجمهور بيبتدي يرفض الشخصية اللي هو بيقدمها وبيحس ان هو بيكرر نفسه في كل اعماله، ودي حاجة لازم اكرم حسني يبتدي ياخد باله منها. وهستخدم جملته اللي هو قالها في الفيلم: احنا واصلين لحته حلوه قوي عايزين نحافظ عليها. المشكله التانية اللي انا شايفها في اكرم حسني انه دايما هو بيمثل بيقول للناس انا ممثل جامد قوي، انا اللي شايل العمل الفني، انا اللي برمي الافيهات وانا اللي بقول الكوميديا، انا جامد جدا، انا صاحب الكوره وانا اللي هجيب اجوان. والنجوم اللي بيعملوا كده دايما عمرهم قصير وما بيطولوش كتير، لانه الكوميديا هات وخد، مش انا لوحدي اللي شايل الليله وخلاص. واحنا بنشوف دلوقتي نجوم الكوميديا الكبار بيجيبوا معاهم نجوم كوميديا تانيين في الفيلم علشان يشيلوا معاهم الكوميديا في العمل الفني، وبيفردوا لهم مساحات كبيره، لان النجم الكوميدي لوحده ما بيقدرش يشيل الكوميديا كلها في الفيلم. في النهايه فيلم العميل صفر فيلم كوميدي يستحق المشاهده، وكل افراد الاسره ممكن تشوفه من غير ما تخجل ان ولادك يتفرجوا عليه. تقييم الفيلم العميل صفر هو 8 من 10. وبس كده انا خلصت. لو عجبتك الحلقه لايك وشير، وانزل خد لفه في الفيديوهات. لو عجبتك اشترك في القناه.